سلام خواتي وخواتي، مرحبا بكم كامل في قناتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أثارت الممثلة الشابة آنيا بطلة مسلسل المهاجر موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قررت تكشف تجربة صعيبة عاشتها مؤخرا. آنيا خرجت عن صمتها وشاركت متابعيها قصة محاولة ابتزاز تعرضت لها من طرف شخص حاول الضغط عليها وطلب منها المال. الحكاية حسب كلامها ما كانتش سهلة عليها، خاصة في البداية، وإن قالت أنها عاشت لحظات خوف وقلق كبيرين، لأن مثل هذه المواقف تخلي أي إنسان يحس بالتهديد وعدم الأمان. أني حكت لمتابعيها أنها في تلك الفترة كانت خايفة بزاف وما كانش عارفة كيفاش تتصرف، خاصة كي يكون الشخص اللي يبتزك يحاول يستغلك نفسيا. لكن مع مرور الوقت قررت ما تسكتش على حقها، ولقات الدعم الكبير من عائلتها، خصوصا والدها اللي وقف معها في هذا الموقف الصعب. وقالت آنيا في رسالتها: الحمد لله عندي بابا في كتافي دافع عليا وجاب لي حقي. وهي عبارة خلت الكثير من المتابعين يتأثروا بكلامها ويشوفوا قداه العائلة تقدر تكون سند الحقيقي في مثل هذه الظروف. القصة هذه انتشرت بسرعة كبيرة بين رواد المواقع التواصل الاجتماعي، وكثير من الناس تفاعلوا معها وعبروا عن تضامنهم معها. البعض التعليقات كانت مليئة بالدعم، وواحد كتب وقال: ربي يحفظك ويخليك لوالديك، بصح الواحد لازم يرد باله من الناس. وأخرى قالت: كاين ناس ما عندهمش ضمير، غير يشوفوا شخص معروف يحبوا يستغلوه. آنيا كذلك استغلت الفرصة باش توجه رسالة لمتابعيها وتحذرهم من الثقة الزائدة في بعض الأشخاص، خاصة في زمن أصبحت فيه العلاقات عبر الإنترنت مليئة بالمخاطر. وقالت أن الإنسان لازم يكون حذر وما يعطيش ثقة لأي شخص بسهولة، لأن بعض الناس ممكن يستغلوا الطيبة أو الشهرة لتحقيق مصالحهم الخاصة. وفي نفس الوقت أكدت أنيا أنها تعرف الشخص اللي يحاول يبتزها، لكنها فضلت ما تكشف الهوية تاعو في الوقت الحالي، واكتفت برسالة واضحة للناس باش ينتبهوا لأنفسهم. كلامها كان مباشر وصريح، وقالت: ما رانيش نخوف فيكم، بصح الواحد لازم يرد باله وما يدرش لامان في الناس. هذه التصريحات خلقت نقاش واسع بين المتابعين، خاصة أن الكثير منهم قالوا أن الموضوع الابتزاز أصبح منتشرة في الفترة الأخيرة، سواء من المشاهير أو حتى من الناس العاديين. والبعض شاف أن شجاعة أنيا في الحديث عن الموضوع خطوة إيجابية، لأنها تفتح نقاش حول هذه الظاهرة. أحد المتابعين كتب وقال: برافو عليك كي تكلمتي، كاين بزاف ناس يتعرضوا لها ويسكتوا خوفا من الفضيحة. وأخرى كتبت وقالت: الحمد لله اللي باباك وقف معاك، العائلة هي السند الحقيقي. القصة هذه خلت بعض المتابعين يتحدثوا عن الضغط اللي يعيشوه المشاهير خلف الكاميرا، لأن الكثير من الناس يظنوا أن حياة الفنانين كلها شهرة ونجاح، بينما الواقع مختلف تماما. الشهرة أحيانا تجيب معها مشاكل كثيرة، منها الاستغلال ومحاولة الابتزاز أو التشهير. وفي النهاية الرسالة اللي خرجت منها تجربة آنيا كانت واضحة: الإنسان لازم يكون حذر في علاقاته وما يعطيش ثقته لأي شخص بسهولة. كما أكدت أن الدعم العائلي لعب دور كبير في تجاوز هذه الأزمة، وأن الوقوف مع الحق هو الطريق الوحيد لمواجهة مثل هذه المواقف. الكثير من المتابعين اختصروا كل هذا في تعليق بسيط لكن معبر: الدنيا تبدلت وواحد لازم يرد باله مليح من الناس. خلاص الفيديو تاعنا لنهار اليوم، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. سلام.